السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس جديد في 10 دقايق إن شاء الله، مش هنطول. الحاجة لقيتها كده في كتب الصوفية، وكنت عايز أسأل سؤال غشيم شوية برضو. طبعا أنا بتكلم من غير ما حد يحضر، عشان عارف في ناس بعد كده بتحضر البث فما يقولكش انت ساكت ليه. فأنا اللي ما سمعش الكلام ده بيرجع يسمعه تاني. وانا بقرأ صادفني نص يعني غبي، صادفني نص غبي شوية. بيقول لك ايه بقى؟ من احدى كرامات سيد الشيخ، قبل ما اقراه بس معرفش هو معكوس ولا لا. ممكن يكون الكاميرا اليمين عكس الكلام، لان دي ايدي اليمين، ممكن تشوفها الشمال. ومنهم الشيخ ابو الحسن السكندري، ومدح بقى رضي الله عنه. كانوا انا عايزين الكلمه بس اللي هي دي. دخل على اصحابه، ده كان من اصدقاء الشيخ عبد الرحيم الجناوي، ده من اصدقائه، احد المشايخ، زميل الشيخ عبد الرحيم الجناوي. وكان يخرج على اصحابه وبتاع. هنا بقى السر، الزتونه الصغيره بقى هي ايه؟ بيقول لهم ايه؟ يعني واحد شيخ رايح لشيخ، فشايف عنده ناس، فبيسالهم بقى السؤال بقى اللي يفهم بقى، عشان اعرفهم ان انا والد. فبقول لهم ايه؟ افيكم، ركز، افيكم من اذا اراد الله تعالى، من اذا اراد الله ان يحدث في العالم شيء، من فيكم اذا ربنا قرر يعمل حاجه في العالم حدثا اعلم به قبل حدوثه. بيقول لهم ايه؟ انت يا ابني، انت وهو، من فيكم اللي لو ربنا قرر يعمل حاجه في العالم، حدث غريب بيعرفوا بيه قبل ما يقع. قالوا له مفيش حد. قال لهم ابكوا على قلوب، استنى اجيب لك النص اهو، محجوبه عن الله. ابكوا على نفسكم، قلوب محجوبه. يعني انا عايز اعرف اي ولايه دي. يعني مثلا انا اؤمن بالكرامات، لكن هل في ولي بينزل عليه وحي؟ السؤال بقى اللي يطرح بطيخ، هل الاولياء عند الصوفيه بينزل عليهم وحي؟ ما هو ربنا مش هيعرفك الحاجه دي، يعني حتى ما هو الشك او مثلا احساس ان ممكن تحصل حاجه، لا. مين فيكم اللي ربنا لو قرر انه يعمل حاجه في العالم بيعرفوا بيها قبل ما بتحصل؟ يا شيخ ابو الحسن السكندري، خلي بالك في زلزال بكره، خد بالك بقى، يعني انزل تحت السرير. عايزين نعرف هل الاولياء بينزل عليهم وحي؟ انا اؤمن بالاولياء، لكن عايز اعرف هل الولي بينزل عليه وحي؟ الحاجه اللي ما تخشش الدماغ بقى، ده دي كرامه. عايز كرامه خلع هدومها؟ خد اهو. عن سيدي مين اهو. فمضى ابو طرطور، معلش بقى لو بتاع معكوسه ممكن تاخد سكرين وتعكسها انت بقى. صفحه 313 تقريبا، ده الجزء الثاني. ده الجزء الثاني، لا ده الجزء الاول، الجزء الثاني بعد منه. بقول لك ايه؟ واجرى الله على يد سيدي اسماعيل الكرامات، وكلمته البهائم، وكان يخبر انه يرى اللوح المحفوظ. انت متخيل؟ عارف يعني ايه ولي يطلع على اللوح المحفوظ؟ يعني ده نبي بقى، ده نبي. مين هي الانبياء بتطلع على اللوح المحفوظ؟ يعني انا عايز اعرف يعني ايه الفرق ما بين الولايه والنبوه؟ ده مفيش. يعني من شويه كان ربنا بيعرفه بالحاجه قبل ما بتحصل، خد بالك. انا عايز اعرف دي ايه بقى. خد، عايز تاني اهو. يقول لك وكان اذا لبث ثوبا او عمامه لا يخلعها لغسل ولا لغيره. لما بيلبس عمامه على دماغه ما بيخلعهاش خالص، لا الغسل ولا الوضوء ولا لاي حاجه. ركن الوضوء وقع من عنده بقى. عايزين نعرف بقى يعني ايه ده ايه؟ السؤال اللي اقل من كده شويه، ايه الفايده اللي حلت على الصوفيه بطلب المدد من الاموات؟
انا اعرف لو واحد بنى بيته بالطين وواحد بنى بيته بالاسمنت، لو حصل مطر او حصلت عاصفه اللي بنى بيته بالطين هيقع. يبقى اللي بنى بيته بالاسمنت استفاد. انا عايز اعرف الصوفيه استفادت ايه، او ايه الميزه اللي اتميزت بيها بطلب المدد من الاموات. يعني ايه المدد؟ انت واحد كحيان، انت كحيان اللي بتقول مدد يا مولانا مدد لحد ميت، ايه الفايده اللي حلت عليك عن الشخص اللي جنبك اللي بيقول لك انا بقول مدد يا رب؟ انا عايز ايه الميزه يعني؟ عرفني. يعني بص يا باشا، لما واحد بيشتري حاجه ويقول لك انا اشتريت الحاجه دي لقيت فيها جايزه، بتشجعني ان انا اشتري زيك. فانا واحد كحيان برضو زي حالاتك، فانا عايز تدلني على الفايده اللي ايه اللي انت استفدتها. عرفني قول لي. خدها لا بحبح، تعالى لا بحبح. هقول لك انا لما بتقول مدد يا سيدي الحسين رضي الله عنه وارضاه بيحصل لك كذا، لما بتقول مدد يا حاج عوض كذا بيحصل لك كذا، بحيث ان انا اختار يعني، او اقول مدد يا كلهم، يعني اجمعهم كلهم كده في مره واحده كده واقول. في المنشور اللي فات كنا بنقول ليه الصوفيه بيحتفلوا بمولد سيدنا الحسين رضي الله عنه دونا عن ابناء علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ يعني انا راجل بقى عايز اترك الدين الاسلامي وعايز اتبع الدين الصوفي. في اله وفي نبي وفي ابن عم النبي وجوز بنته، خلف ابناء كتير. ما انت بتحتفل عباده لله تقربا الى الله، ليه اخترت واحد دونا عن البقيه؟ وهل هو افضل من ابوه عليهم السلام جميعا؟ هل الحسين افضل من علي بن ابي طالب؟ طيب هل الحسين افضل من الحسن؟ يلا، انا ما عايز اعرف، انا عايز اتبع، عايز ابقى صوفي، عايز احلق دقني وابقى صوفي، لان التصوف الغالبيه ما بيعترفوش بيها. ليه؟ دي سنه مش فرض. يربيها ليه؟ تيجي تقول له يقول لك قال الشافعي انها، وتيجي تبحث في اقوال الشافعيه ما تلاقيش واحد من معاصرين الشافعيه هو اللي قال بكراهه حلقها. يا عم ده الرسول بيعملها، انت مش بتحب النبي؟ يعني المفروض انا بنهاك عن انك تذكر ربنا بالرأس، المفروض ان انا اقول لك اتبع الرسول، وانت بتقول انا بحب اهل البيت. طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان مربي دقنه، امرنا بيها. الحسين رضي الله عنه كان مربي دقنه، الحسن اقرا في السيره هتعرف. علي بن ابي طالب كانت لحيته بتبان من ظهره كده ما شاء الله حاجه كده. ليه؟ يعني دايما تلاقيه املس كده ميحه خالص. ليه؟ يا عم دي سنه، ده مش فرض، هي سنه يا عم. طب تعالى على المولد، لا اصل الرسول شاف واحد يا عم انا بقول لك الرسول، تقول انت مش عارف مين؟ طب اقول لك على حاجه اكتر من كده، مش عارف اجيبها لك من التليفون. واحد لما نزلت منشور ليه الصوفيه بتحتفل بمولد الحسين رضي الله عنه وارضاه وما بتحتفلش بمولد الحسن، ونزلت سيره ابناء علي بن ابي طالب، ذكرت لك ابنائه. واحد بيقول لي انا اول مره اسمع عن الاسماء دي، انت ضلالي. ما هو مش معنى انك انت ما بتعرفش تطير فيبقى ما فيش حاجه اسمها طيران. يعني انت ما كنتش تتخيل ان في صوفيه وقع كده عندهم آل البيت سيدنا الحسين وضريح السيده زينب، بس هم دول آل البيت، غير كده ما فيش. مع ان للحسين في مصر ولا السيده زينب نزلت مصر خالص. دلوني يعني وجهوني، قولوا لي يا جماعه بحبحاني احنا بنعمل 1 2 3 بنطلب المدد من سيدنا فلان عشان يدينا حاجه. الميزه، الفرق ما بين طلب المدد من الولي وطلب المدد من الله مباشر، ايهما افضل؟ يلا انا عايز حد يقول لي بقى ايه افضل. واحد بيقول مدد يا رب على طول كده زي ما ربنا قال اني قريب، مش عايز واسطه، لا انت تقرب الى الله هات حد معاك وانت جاي. دماغي هتشت. يعني انا ده بعض الكرامات
وكان يمكث 40 يوما. دي كرامات مين؟ يقول لك دي كرامات مين؟ من فوق من فوق من فوق. ومنهم سيدي عبد القادر وسيدي أحمد الرفاعي. فقال يا أحمد مفتاح العراق والهند واليمن والروم والمشرق والمغرب بإيدي. ده مين؟ ده سيدي عبد القادر. سيدنا عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه بريء من الصوفية، كان من أهل السنة. راحوا عملوا له ضريح. الشافعي، الإمام الشافعي اللي قال ما يترفعش القبر عن شبر وذم الصوفية، راح عملوا له ضريح. أنت متخيل؟ يعني واحد يقول لك ما تقوليش سلام عليكم وأنت معدي كل شوية سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم. إيه إزاي يعني؟ أهو. ومنهم سيدي عبد القادر وسيدي أحمد ابن الرفاعي. فقال اثنين يا أحمد مفتاح العراق والهند واليمن والروم والمشرق والمغرب بأيدينا، فاختر أي مفتاح شئت منهما. فقال لهما سيدي أحمد رضي الله عنه، عيط من الخشوع يا أخي، أهو لا حاجة لنا بمفاتيحكم، مش عايزين مفاتيحكم، ما أخذنا المفتاح إلا من الفتاح. يعني أنت إن كان معاكم مفتاح الأسرار فإحنا ما معناش مفتاح، الأسرار بتتفتح لوحدها. دي ولاية إيه دي؟ دي أنهي ولاية دي؟ الناس اللي عايشة آلهة على الأرض دي بتتحكم في كل حاجة. القطب والغوث بيتحكموا في الكون عند الصوفية. فلو أنت صوفي وما تعرفش فده ذنبك مش ذنبي. يعني ما بيتحكموا في الكون، أيوه. بيوصلوا لمرحلة يقولوا للشيء كن فيكون. يقول لك انت بتحبش الاولياء، انت بتشك في قدرة ربنا. لا انا بشك في قدرة سيدك، لان في فرق ما بين المعجزة وفي فرق ما بين الولاية. انتوا ما عندكمش فرق خالص. الكرامة ممكن تبقى اعلى من المعجزة، عادي، شيء طبيعي يعني. فعشان ما نطولش الناس المحترمة تتضايق من كده، عايز اعرف اللي هو كده مين الولي اللي لما ربنا بيقرر يعمل حاجة في الكون بيعرفوا بيها قبل ما تحدث. عايزين نعرف. طيب حاجة احسن من كده، عايزين اجتماع لأولياء الصوفية، كل واحد يطلع الكرامة اللي عنده وينفعوا بيها الدين. حلو. مش لهم كرامات؟ ولا الأولياء انقطعوا ولا موجودين في أكتر من 7000 طريقة. كل شيخ طريقة هو الوالي بتاع الطريقة، هو ده مدد يا مولانا مدد، وضريح مستقبلي. في منهم اللي عملوا له المولد قبل ما يموت ومنهم اللي لسه. عايزين أولياء التصوف يجتمعوا كده اجتماع وينفعوا الأمة بأي حاجة، يخلصونا من أي مشكلة بتحصل للأمة. قدس، فلسطين، خلصوها بقى. يعني يا ريت يعني ايه ننجز من العدو الصهيوني شوية. يعني ممكن اعمل كده يا عم، اتحكموا في أمها. مش بتتحكموا؟ عايزين أي والي طيب يتحكم في الكون. اعمل حاجة واطلع قول أنا اللي عملت كده يا جماعة يلا، وانا اول واحد همشي وراك كده، هقول لك مدد يا مولانا مدد. طيب انت اللي بتقول مدد، خلي سيدك ده يعمل حاجه للدنيا دي. طيب لا انا هحط لك بتاع من هنا تطلع من هنا. انا استفدت ايه؟ انا كمسلم استفدت ايه؟ انا كواحد مش مسلم مثلا لما شفتك بتعمل كده، ايه الدين ده؟ بتتقرب الى الله وفي الاخر بلغوا له صفحته، اشتموه. اقسم بالله انا عندي شتايم استحي مش هقولها، انظر لها كده. انا واحد شتمني، يعني واحد بعت لي ريكورد سلام عليكم، فقلت ما دام قال سلام عليكم يبقى اكيد محترم، فبعت بعدها ريكورد. هو طبعا سلام عليكم بيوصلوا للبوت، لو انت بعت لي على الصفحه مش دي الثانيه، البوت بيرد عليك مرحبا يا محترم، قول رسالتك كامله عشان نقدر نرد عليك. فقال سلام عليكم، البوت رد عليه وانا شفت الرساله.
كنت قاعد والدتي جنبي، فبعت ريكورد، فقلت اكيد بعت سلام عليكم يبقى اكيد محترم. بكابورت اتفتح بالام والاب والاخت انا بيسيبوا لي الدين عادي، دفاعا عن الدين بيسيبوا لي الدين. ليه؟ مش عارف ايه الدين ده دين ايه بالظبط؟ خلاص اللي عندي قلته ده. لا مش اللي عندي ده اللي عندي النهارده. لسه الكتب كتير، لسه الكتب كتير في اسقاط الخرافه، ولسه احمد البدوي الرجل الملثم اللي كان برضه موجود منه هنا، اللي كان موجود، اللي قعد فوق المسجد 40 يوم مدلدل السبحه، اللي عايز يسلم عليه يلمسها، وده قاعد ايه ماسك عمال يسبح كده بيفر كده، وفي الاخر نزل عمل لا مؤاخذه حمام في المسجد. ليه؟ بيطهروا كان بيطهر المسجد من ولي بقى ولي. ده راجل ملثم لو نظرت في وشه تموت، فعشان كده ما كانش حد من كتر نوره. ده النبي ما عملهاش مع الصحابه، دي اخباره كتب معتمده. زي ما ده اللي هو الطبقات الكبرى الجزء الاول والثاني قال لك الكتاب موضوع، فيه بعض الموضوعات، في ناس وحشه، ناس كخه، في ناس كخه خدوا الكتاب وحطوا لهم كرامات وحشه عشان الناس تكرههم. هو مين اصلا عشان يعملوا كده؟ يعني انا لو في كرامه مثلا بتقول واحد راح للسيد البدوي عنده مرض مش لاقيين له علاج، فجاء السيد البدوي، ده انا بقول مثلا، ده مش حقيقه، ممكن يكتبوها عادي يعني، فوضع يده على موضع الألم وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة، فبرئ الرجل، خف. دي كرامة، رقوته شفاء من الله. سادة بدوي ادعي لي، فقال اللهم اشفه، فشفاه الله قبل أن يغادر. كرامة، دي كرامة فعلا. إنما تقول لي ابنها عبد العال الطور شاله على قرنه في العراق وهو في مش عارف فين حتة، مد ايده وهو في بلده راح جابه، ربنا قرب له. يا عم يا عم يا عم يا عم ما تستخفوش بعقول الناس. والحياة كلها بقت كرامة، الدين كله بقى مولد وموالد. على فكرة دول متقسمين لأشكال وألوان، أشكال وألوان. يعني في منهم اللي هو بتاع الكتاب بيقرأ كتب وبتاع ومتبع الجماعة الأشعرية، ومنهم بتوع الموالد اللي لا بيصلي ولا بيصوم ولا يعرف ربنا ولا يعرف أي حاجة، هو بس أكل عيشه مولد. هو مغني لكن طوروها شوية، يعني طور الأغنية سماها إيه؟ مدح. احنا بنمدح أهل البيت، احنا بنمدح الصالحين، احنا بنمدح ربنا. هو مغني هشك بشك وشخاليل، طبلة ومزمار وصاجات ورقاصة، بس لابسة جلابية مش لابسة قميص وبتاع وقلة أدب. لا، حاشا وماشا، مغني. ده أكل عيشه كده. لما عملت عنه فيديو أقسم بالله ابنه سبل الدين، أقسم بالله ابنه سبل الدين. خليك في حالك، أنت مالك؟ بقول له هو ده التصوف، قال لي ديكك وديك التصوف، بس قالها بالطريقة الصحيحة، يلعن كذا وكذا، يعني مش فارقة معاه لا دين ولا تصوف، ده أكل عيش، ده مغني الليلة بيروحها ب 6000 جنيه. صبرا هجيب لكم فيديو وأنا بكلمه وبعزمه على طهور ابني. امتى يا شيخ؟ في اليوم الفلاني. بكام يا شيخ؟ بقد كده. رزق أكل عيش. طب يا عم اعمله باسم الأغنية، كاتب لي على صفحة الشيخ الفلاني. شيخ مين؟ شيخ مين؟ ما تعمل نفسك الفنان الفلاني وغني براحتك واعمل اللي انت عايزه براحتك، على الاقل بتبقى عارف انك بتعمل حاجه حرام.
سعد الصغير في في البتاع اللي كان طالع المنشور ده بيعاتب نفسه بتلومه. ودي حاجه كويسه انك تلاقي نفسك كده حاسس انك بتعمل حاجه حرام. اغلب المغنيين والممثلين بتقول لك يا رب توب عليا، لكن ده شيخ، انت بتعادي الشيخ. وساعة ما يتكلم في الدين تلاقي لا مؤاخذه برجع، مفيش خالص. شيخ مين؟ فين الشيخ ده؟ اغاني، دينه اغاني، هو دينه. بس ايه بقى، هو لما قلنا لهم احنا عايزين حد يكلمنا بالقران والسنه، لا مش طبعا ده مش القران والسنه، ده كتاب بتاع عايزين القران والسنه، راحوا عملوا لك الطريقه السنيه النبويه. انا كده اقتنعت ان هي صح. لما سميت الطريقه بتاعتك من الطريقه العوضيه للطريقه السنيه انا كده اقتنعت. فين الدين؟ فين الاتباع؟ انتوا وهابيين وحشين يا عم. ايه علاقه الوهابيين بالدين؟ ايه علاقه الصوفيين؟ انا عايزك انت كمسلم قدمت ايه لدينك؟ بتصلي ماشي يا عم شكرا، بتحفظ القران ماشي يا عم شكرا، بتروح موالد بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ايه في المولد؟ بترقص مدد. طب اللي انت بتعمل له المولد ده حضر مولد؟ لا. اتحداك تجيب لي دليل ان سيدنا الحسين رضي الله عنه حضر مولد او امر بالمولد او جاب كلمه مولد. ده كلمه ضريح مش موجوده في الاسلام. كلمه ضريح مش موجوده في الاسلام. يبقى انت عملت ضريح ليه؟ يا بحبح انت شايف التعليقات ولا لا؟ شايف التعليقات بس ما بقراهاش والله، يعني لا يؤمنون، لا بيؤمنوا بالقران والسنه، بس يبقى عندهم تأويلات غريبة. يعني عادي اللي خلاهم يقولوا أبو لهب احتفل بمولد النبي، فده دليل إن إحنا نحتفل. أنت متخيل؟ إسنادهم أبو لهب، فيعني هيدور على أي ثغرة في أي مكان دليل الرأس. واحدة رقاصة كانت بتشرح للناس حديث الحبشة. هي منشدة اسمها شيخة، لكن في الواقع في الحقيقة رقاصة. أنثى واحدة فقط ما بين 300 400 500 راجل، وهي الوحيدة اللي ست. واقفة ماسكة المايك كده ولابسة الجيبة والبلوزة وعمالة مدد مش عارف ايه. لا احنا كده مدد يا ستنا الشيخ، رقاصة. ولما قالوا لها الحلال والحرام قالت حديث الحبشة. ما صحة حديث لعن الله اليهود والنصارى؟ حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه. أحبك الله أستاذ عبد الله. طب يا جماعة عشان ما أطولش عليكم سامحوني، غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم. بتقفل منين؟